فيديو جديد من سلسلة تعليم فن الكونكريت خطوة بخطوة من الصفر للاحتراف. الفيديو ده هعرفك أول طريقة من طرق التلوين الخارجي للكونكريت. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بإذن الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. في الفيديو ده هقولك أول طريقة من طرق التلوين الخارجي. يعني إيه تلوين خارجي؟ يعني أنا وأنا بصب القطعة صبيتها باللون الأبيض بتاعها عادي، وبعد ما القطعة نشفت خالص أنا هاجيبها وهلونها باستخدام ألوان خارجية. تمام. فأول طريقة من الألوان الخارجية دي هي البلاستيك الأبيض مع مركزات الألوان. فهعرفك إزاي تعملي ألوان مختلفة من البلاستيك الأبيض باستخدام مركزات الألوان. أول حاجة هنجيب علبة بلاستيك أبيض مط من عند الموان، وده هيكون اللون الأساسي معانا. ومط ده يعني هو لون مطفي مش لامع خالص، مفهوش أي لمعة. تاني حاجة أساسية معانا هي مركزات الألوان، بنجيبها برضو من عند الموان، وبيكون متوفر منها 10 أو 11 لون اللي هم الألوان الأساسية بتاعتنا. مركزات الألوان دي بيكون في منها ماركات كتير، بس أشهر حاجة اللي هي بتاعت GLC. لو ما لقيتوهاش هاتوا أي ماركة تانية عادي، هم كلهم حلوين ومفيش ما بينهم فرق. جبت بقى العلب دي وهضيف معلقة بلاستيك في كل علبة. لما تيجوا تعملوا اللون اعملوه في أي علبة يكون ليه غطا علشان بعد ما تخلصوا تغطوا العلبة واللون ما ينشفش منكم. أول حاجة بقى لازم نرج الإزازة الأول قبل ما نحط منها علشان اللون بيكون متركز تحت. هنجرب بقى مع بعض في كام لون، وباقي الألوان هيكونوا بنفس الفكرة بالظبط. هضيف في أول علبة شوية من اللون الأصفر، والعلبة التانية اللون الأزرق، والعلبة التالتة اللون البنفسجي، والعلبة الرابعة اللون الأحمر. هنجيب بقى معلقة صغيرة أو أي عصاية رفيعة وهنقلب بيها، وهقلب بقى قوي علشان اللون الأبيض يندمج مع اللون الأصفر كويس. عايزة أقول لكم إن كل نقطة بتضيفوها من مركز اللون بيفرق في درجة اللون اللي هيطلع. لو عاوزين الدرجة تكون فاتحة حطوا نقط بسيطة من مركز اللون، لو عايزين اللون يكون غامق وصريح ضيفوا مركز اللون أكتر. بتقعدوا تضيفوا مركز اللون لحد ما توصلوا للدرجة اللي انتوا عايزينها. يعني اللون الواحد هنعرف نطلع منه درجات ألوان كتيرة جدا. دلوقتي بقى واحنا بندمج اللون الأزرق مع الأبيض هيديني لون لبني فاتح مش اللون الأزرق الصريح، وأي لون هيكون كده برضو هيديني أفتح درجة من اللون في الأول. لكن لو عاوزين الدرجة غامقة هتضيفوا تاني مركزات ألوان علشان نوصل للدرجة اللي احنا محتاجينها. ونفس الكلام في اللون البنفسجي، لما ندمجه هيديني لون موف فاتح، واللون الأحمر برضو هيديني لون بينك فاتح، ولو عاوزين الأحمر الصريح هنزود تاني مركزات ألوان علشان نطلع الدرجة. كده إحنا دمجنا الألوان. قبل بقى ما نلوّن بيهم لازم نضيف ليهم شوية مَيّة صغيّرين عشان نخفِّف قوام اللون شوية، عشان لمّا آجي ألوّن القطعة الفرشة ما تخطّطش وتسيب أثر ويبقى شكل التلوين مش حلو. فمهم جدًا إن إحنا نضيف شوية مَيّة صغيّرين على اللون ونقلّبه كويس لحد ما القوام بتاعه يكون سَلِس بالشكل ده. وطبعًا لو عاوزين نلوّن بلون أبيض هنستخدم البلاستيك على طول من غير ما نضيف عليه أي حاجة غير شوية مَيّة صغيّرين بس، وهنلوّن على طول بيه. في حاجة تانية بقى مهمة جدًا، وهي إن مركزات الألوان دي ممكن ندمجها مع بعض فتدّيني ألوان تانية خالص. يعني مثلًا اللون اللبني اللي إحنا عملناه ده هاضيف عليه لون أخضر علشان أعمل اللون الفيروزي اللي هو الجنزاري. هاحط شوية صغيرين وأقلب وأرجع أحط تاني لحد ما أوصل للدرجة اللي أنا عايزاها. فكده اللون الأزرق مع الأخضر هيدّيني لون جنزاري. فميزتها بقى مش بس إن اللون هيطلّع لي درجاته، لأ كمان ممكن أدمج ألوان تانية مع بعض فتدّيني درجات تانية غير الألوان الأساسية. وعشان أعرف أدمج الألوان وأعرف أحط لون إيه على إيه علشان يدّيني درجة معيّنة أنا عايزاها، هنلاقي صور كتير زي دي في Pinterest أو Google هتوضّح لي وتعرّفني أدمج ألوان إيه علشان أعمل الدرجة اللي هاكون محتاجاها. واللون البينك ده مثلًا اللي إحنا عملناه، أنا عايزة أعمله لون كشمير غامق، هاحط عليه نقطة من اللون الأسود وكمان نقطة من اللون الأزرق، وهاقلّبه كويس لحد ما أوصل للون الكشميري ده. دي كده كانت طريقة عمل الألوان من البلاستيك الأبيض ومركزات الألوان. هناخد بقى لون من اللي عملناهم وهنلوّن بيه طقم عبارة عن كوستر وفازة ومبخرة. هناخد بقى في الفرشة كمية حلوة من اللون وهنبدأ نوزعهم على الكوستر بالشكل ده، وهنمشي بالفرشة في اتجاه واحد واحنا بنلون. طبعا القطع بتاعتي دي أنا سبتها تنشف كويس 4 أيام، وبعد كده هنبدأ بقى نشتغل فيها ونلونها.
عشان نلوّن هنحتاج فرشتين، فرشة تكون رفيّعة وواحدة تانية تكون كثيفة، وزي ما قُلنا فرش الmakeup هي أنعم فرش ممكن نلوّن بيها علشان ما بتسيبش أثر على القطعة وبتكون ناعمة جدًا. وهنحتاج كمان أي كوباية يكون فيها مَيّة عشان لو مش محتاجة الفرشة أحطها فيها علشان اللون ما ينشفش على الفرشة وتبوظ منّي. قبل بقى ما نلوّن بالفرشة لازم الفرشة تكون فيها رطوبة اللي هو مبلولة حاجة بسيطة علشان ما تكونش ناشفة خالص. هندهن كل قطعة طبقتين من اللون، بندهن أول وش وبنسيب القطعة تنشف وبعدها بندهن الوش التاني. بعد كده هالوّن الفازة بالشكل ده، عاوزين تلوّنوها من جوّه الأول وبعد كده من برّه عادي برضه، أهم حاجة إن كل جزء يتلوّن طبقتين، عشان لو اللون ما غطّاش القطعة كلّها في أول مرّة يغطّي القطعة تاني مرّة وتكون كلّها لون واحد، والألوان ما بتاخدش وقت على القطعة خالص في إنها تنشف، هي بتنشف على طول وأنتم شغّالين. فعقبال مثلًا ما ألوّن المبخرة هيكون الكوستر والفازة نشفوا وبعد كده هادّيهم بقى الوش التاني، فإحنا مش بنعطل خالص وإحنا بنلوّن كذا قطعة مع بعض علشان إحنا بنبدِّل ما بينهم. هاستخدم بقى الفرشة الرفيّعة دي علشان أعرف ألوّن الفازة من جوّه، ولو مش هتحتاجوا الفرشة وأنتم بتلوّنوا حطوها في مَيّة لحد ما تحتاجوها علشان ما تنشفش منكم وأنتم بتلوّنوا. بعد كده قبل ما ألوّن تاني بالفرشة هاطلّعها من المَيّة وهانشفها بمنديل علشان المَيّة اللي فيها ما تبوّظش اللون. هنلوّن بقى الكوستر من الضهر وهنمشي في اتجاه واحد برضه زي ما قُلنا. هاجيب بقى الورقة دي وهاحط عليها الكوستر عشان المفارش البلاستيك دي أو ورق الكانسون الملون اللون بتاعهم هيبعت على القطعة لو اتلونت فخدوا بالكم. الأفضل بعد ما تلونوا الضهر حطوها على ورقة بيضة زي ما أنا عملت أو على كيس بلاستيك شفاف أو أبيض. هنلون بقى ضهر المبخرة وبعدها هنلون ضهر الفازة. وده كده أول وش في كل قطعة. هنرجع بقى نعيد كل قطعة تاني ونديها وش كمان بنفس الطريقة من وجه القطعة الأول وبعد كده من الضهر. كده خلاص إحنا خلّصنا الوشين، هنسيبهم بقى ينشفوا، بعد ما تخلّصوا تلوين خالص اغسلوا الفرشة كويس وبعدين حطوها في كوباية فيها شوية مَيّة علشان لمّا تيجوا تستخدموها تاني ما تكونش ناشفة وتكون نضيفة وناعمة وما تبوظش منكم. كده بقى بعد ما نشفوا هنحط بقى الفازة والمبخرة على الكوستر كده، وده كده شكل الطقم كامل. ودي كمان درجات الألوان اللي عملناها مع بعض، حبيت أوريكم شكلها على القطعة هيكون عامل إزاي. لوّنتها بنفس الطريقة اللي لوّنا بيها كل قطعة طبقتين من اللون، وبس كده دي كانت أول طريقة من طرق التلوين الخارجي للكونكريت باستخدام البلاستيك الأبيض مع مركزات الألوان. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير. ولو انتِ بقى ناوية تبدئي الكونكريت صح من الصفر وتحوليه لمشروع خاص بيكِ، أنا عاملة كورس كامل هيعلمِك الكونكريت خطوة بخطوة، ولو حابة تعرفي تفاصيل أكتر هاسيب لِك اللينك في صندوق الوصف وكمان في أول كومنت.